زي ما انا شادد حيلي بتعامل ملك وميري. ايه بتعمل ايه؟ مفيش حاجه، ما بعملش حاجه عادي. بتعمل ايه؟ مفيش، ده تيك توك عادي. تيك توك عادي ليه بقى؟ انا عايز امثل يا جدع. ليه عايز تمثل؟ يعني ده ولا يوتيوب اصلا معاك في حاجه؟ عايز امثل زيهم يا كاتو عادي. عايز امثل سيبني، عايز امثل. تمثل ايه؟ عايز امثل تيك توكر. كل اللي تيك توكرز يقول لكم عايز امثل يا كاتو، سيبني يا كاتو عايز امثل. ده بودكاتو، أول بودكاست بدون مجهود، بدون إنتاج، بدون نظافة، بدون كواليتي. وده ليه سبب وجيه جدا يا جماعة، إن كاتو خلص كل فلوسه على فلوس الجايزة اللي هياخدها الضيف اللي هيجيب أعلى سكور. وضيف الحلقة دي هو إياد الموجي. يا اياد عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله زي الفل. كله لسه؟ كله لسه. بص يا اياد، اول حاجه هتلعب معايا لعبه صغيره. ماشي. عايزك تاخد الجنيه اللي هنا ده. لسه فاهمها. لا يا اسطى فاكس. خد الجنيه يا اياد. مفيش حد عامل كده انا غيري. خبطتك عمال. انت خسرت. ماشي. حط تاني. يلا. انت ايش رخم بقى، عايزين نبدا يا اسطى بالله عليك. يلا. يا ابن اللعيبه. ماشي خلاص، هات الجنيه بقى. بس ممكن اسال سؤال، مين اقنعك بالفقره اللي فاتت دي؟ يعني مين وربنا جبتها بالصدفه. انت قلت انا هجيب ضيف وهحط لي جنيه واحاول اضربه له، ولو خد اخد منه جنيه تاني. حاول اخد اصل الجنيه ده انا بتاع في كل الفقرات، يعني هو ما ينفعش يتاخد. انا لو عايز جنيه ممكن اديك واحد غيره. لا خلاص تمام، حق ربنا بصراحه. يا دلوقتي هنسالك شويه اسئله عامه، يعني ما تقلقش، وانت المفروض تجاوب. انت معايا ولا انت نايم؟ معاك والله، مستنيك. انت بتعمل حاجه؟ لا بسرح واتوه في الذكريات وبعيش حياة وهي اللي فات. اياد الموجي ما بقاش حمل مين؟ انا في جوسبس يا اسطى. يا اسطى انت تعرف ان انت بتجاوب على السؤال ده في كل حته، حد سالته في الساحل انت ما رضيتش تجاوب عليا. ما اعرفش يا اسطى، بحس اي حد بيجاوبه لازم له هيئه كده، يعني لازم يبقى ماسك مايك طبعا معايا لا مايك. ماسك مايك اللي هو مش ده. اياد الموجي ما بقاش حمل مين؟ يا اسطى لا هشرح لك. بيبقى ليك في كرايتيريا كده بتاعت بني ادمين اللي هو بيبقوا شغالين في منصه. عارف الناس دي؟ أيوة، اللي شغاله في منصات. كاتبين لهم حاجه محدده مش هيقدر يطلع عنها. هو اللي عنده 4 اسئله منهم بتقول ايه 2024 رساله لاكتر شخص، عارف الحاجات دي. وما بقتش ايه ما بيبقاش حمل مين. انت بتقول ايه 2025؟ مش عارف يا اسطى. طيب يعني انا المفروض اقنعك ازاي عشان تجاوب عليا؟ اجيب ورق يعني اقرا منه بدل اللابتوب. ايوه الحاجات دي. لكن دلوقتي مش جاي معاك، قاعد في مرجيحه برضه وفي سلك. فاهم ان انت عايز تعمل ايدنتيتي اكتر لوكيشن مالوش اي علاقه باي يعني في ديد بول ومرجيح. يعني ايه انت بجد؟ الارت دايركتور ما عندهاش بيت كويس. ايوه ما هو الناس مش عارفه، انت لازم تعمل ده كل فيديو كده. تعمل كده بقى كل فيديو كده ضفت لي فقره عامه. هي دي بتعمل حاجه يا اسطى ولا دي كده بس؟ لا دي حاجه دي بس. هشيلها حاططها ليه؟ مش اي حاجه يا اسطى تحب تاخد الكره دي تمسكها؟ لا. شكلها حلو، دي مش جديده، عايز. دي مش مع حد. انت عايز توريها للبتاع بالطريقه قول لي للبتاع بالطريقه. ماشي هات. ما تقوم يا اسطى هتبوظ السيستم كله. اصل هي مش يعني مميزه، مش يا نهار ازرق. لا ما تقعش الميه. هو ده بيصور؟ انت اللي بتعمل. ماشي يا اسطى انت صعب، بس هو ده عامه اللي بيخليك والله الحاجات دي اللي بتخليني فعلا اشتغل. من ساعه ما دخل البرودكشن ومش عارف ايه الواحد بيبقى خلاص. انا ما دخلش عندي لسه. بسرح واتوه في الذكريات. ايه اخبار بقى الفن يا اياد والفنانين؟ ايه اخبار استاذ اشرف عبد الباقي وهشام؟ انا هشام ماجد. هشام ماجد، استاذ هشام طبعا، استاذ اشرف. عاملين ايه؟ معرفش والله، الحاج بيتقبل يرد عليا. والله العظيم استاذ اشرف زينه دايما بتبعت لي المسرحيات بتاعت سوكسي احضرها. بتروح؟ بصراحه دايما بيبقى ورايا حاجه، دايما بيبقى ورايا تمرين كوره. تمرين مش حجز؟ لا تمرين كوره بقى، عندي تمرين. كويس انا مش حاجز عشان المفروض انت بتحجزش. لا انا ما بحجزش بقالي فتره. ما هقول لك على فكره دي الفكره، انا بقيت بتمرن فبقيتش بحجز كوره خلاص. انت بتتمرن اللي عايز تلعب في نادي او حاجه لما تكبر؟ يعني مش عايز العب معاكم فاهم. أيوة بقيت بتمرن عايز تلعب مع ناس بتوع كوره فعلا، مش واحد تخين وواحد يوتيوبر. عنده انت قصدك على مين تخين؟
انا عامه كان نفسي اتكلم على موضوع حجز الكوره ده، حاسس ان هو موضوع شيق ان احنا نتكلم جامد بقى موضوع حجز الكوره ده جامد. بتاعنا احنا تحديدا. تعرف ان هو لو اتصور الناس هتفتكر ان الماسونيه اللي عاملاه. الماتش اللي هو بيبقى ما بين اكتر 11 يوتيوبر في العالم عارف هو عامل زيه كده بس على لا مش عامل زيه، ده اكبر منه بكتير. ايوه مش عامل زيه، ده عادي، ده يوتيوبرز. منطقي ان هم يبقوا مع بعض. معظمهم مثلوا اللي انا برضه. تعرف ان ده جزء من ان انا باجي الحجز، اقسم بالله باجي كل مره اشوف مين اللي موجود. اقسم بالله اقوى ايفنت بي ار في مصر. انت عارف ان الناس بتدفع ملايين عشان تعمل. انا ببقى متاكد ان انا ممكن الاقي عادل امام في الجون، ودي حاجه انا مش هستغربها خالص. المهم يا يد عشان نخش في الفقره على طول، ما تقعدش تلعب بقى في عينك وخلي ركز معايا شويه. ماشي يا اسطى، مفيش حد بيعمل كده مع ضيوفه والله العظيم يا اسطى. انا مش مرتاح. طب ما انت بتقعدش تلف. انا مش عارف اعمل ايه. طيب مش قاعد مرتاح. ما انت ما تقعدش تهزني كده برضه. برجعك مكانك. لو خدت على سكور في الحلقات كلها هيبقى ليك جايزه. انت قلت لي كده سالتك ايه الجايزه ما قلتليش. ما هي جايزه مفاجاه، حاجه قيمه طب بجد. بس يا اسطى وحياه امك هتدي جايزه بجد على السكور؟ والله. ماشي. إيه انت يا حلفت عم؟ بالله. انا حلفت بالله والله. تسرح وتوه في الذكريات. مبدئيا يا انا عارف انك نفسك تمثل. يا اسطى مين اللي قال لك المعلومه دي؟ انت دايما بتقول انت نفسك تطلع اي دور باي ثمن، حتى لو تطلع دقيقتين. كزبره يا اسطى. يعني انت لو اتعرض عليك تطلع مشهد دقيقتين كاملين هتتكلم فيهم، مش تبقى صامت. ومثلا هتعمل مشهد مع بطل هو مش ده طبيعي. لا هتتكلم. تخيل انت يوتيوبر وهيخلوك تمثل وتتكلم. فاهم طبعا. طيب بص ده طبعا هيبقى سبق لاي يوتيوبر في لا هو لسه ما خلصش السؤال. ماشي. لا هو انا لو هتكلم انا اشتريت اصلا. كمان فوق كل ده هتاخد مثلا سكه 12000 جنيه، وهتعمل مشهد مع البطل، ممكن البطل يضربك مثلا. انا عارف الحاجات دي هتدفع عليك كده. او يبقى صاحبك يبقى معاك في الجامعه مثلا ويجي يضربك. تخيل. انت قصدك حد معين كده يعني. انت قصدك عليه هو عامه دور تمام يعني بيس. انا مش قصدي على حد، انا بتكلم في المطلق. ماشي في المطلق. كيوتيوبر يعني او ككونتنت كريتور بحسها سلالم يعني من 100 ل 500 الف. انت موافق تبقى السلمه الاولى اللي هيداس عليها؟ لا اللي تحت ال 100,000 دول ما بيتكلموش ولا بيتضربوا. ايه اللي تحت ال 100,000؟ ايه الجمله دي؟ الفولورز اللي عندهم فولورز تحت ال 100,000 لما بيروحوا يمثلوا دول ما في دول بيبقوا بروبس مجاميع، بيروحوا مجاميع لما يجوا يمثلوا. الكونتنت كريتور خلاص فاكس. ايه اللي تحت ال 100,000؟ حاسس ان انا عيب. هي اقسم بربي ما قصدي عليك يا عم. شفت بقى والله العظيم ما قصدي عليك. الايجنسيز والبقى الممثلين والفن والمنتجين بيعملوهم كده. من 100 ل 500 الف ده بيبتدي بقى يتضرب بقى يتكلم. أيوة. فاهم يتاكل بالنص. بياخد قيمته بقى. بياخد قلم من هو اللي هو ايه في ناس. انا كنت هقول اسم الممثل اللي ضربه. ماشي. طب اقول لك حاجه، لو ماجد الكدواني اللي هيضربك عادي. اسمه ماجد الكدواني اقول لك ليه مش عادي يعني. عمره ما شفت ماجد الكدواني بيضرب اي حد على مدار 20 سنه تمثيل. ضرب واحد تقريبا في مسلسل كده. ضرب مين؟ واد تيك توكر كده كان طالع عامل مشهد طلع خد بالقلم من ماجد الكدواني. ماجد الكدواني عمره ما ضرب حد. لما ضرب حد قرروا ان هم يجيبوا له تيك توكر يضربه. ماجد الكدواني خد قفاه فيلم الرهينه. وبعدين لو ضربك هتحس ان هو هيضربك ويروح حضنك. عارف المشهد اللي هو بيروح ضربك ويروح حضنك بعدين؟ انا بعمل كده عشانك يا غبي. بس ان هو ابوك قوي فاهم. انا جايب كيكه، تاكل كيكه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اصل الكيكه اللي طلعت ترند جبتها انا، لقيتها بس النهارده فقلت اجيب لك واحده معايا انتاج يعني. يا اسطى انت لخبطتني يا اسطى. انا عايز اتكلم عن ماجد والله الكدواني. افتكرت. تسرح وتوه في الذكريات. كنا بنقول ايه؟ خلاص بقى فكك ما انا اقول لك سؤال تاني. انت عامة يا اسطى مذيع فاجر. اللي هو يلا يا اسطى. هسألك دلوقتي اسئله عامه يعني. هسألك دلوقتي اسئله تانية. لسه كاتب البرنامج دلوقتي حالا يا اسطى. عامل فكره البرنامج ده احنا قاعدين مع بعض. مين اكتر انفلونسر عمل دور عجبك وحسيت ان هو ممثل حلو؟ تيك توكر بقى؟ لا هقول اصل ستاند اب كوميديانز ما بعتبرهمش تبعنا. عشان بس يبقى معانا لا ناس كتير. ما هو هتلاقي بقول لك تاتو ومغازي كان مفيش وبتاع. قانون يعني. لا دول مش تبعنا. ماشي لان هم في النهايه ستاند اب يا كوميديانز. عم قول لي واحد بقى. بفكر يا نهار اسود ده هم كتير يا اسطى. ولا واحد عمل دور لحقت احكم عليه. انا عندي واحد بالنسبه لي مين؟ المفضل. عارف احمد حسام؟ في احمد حسام كده قديم غار عليه الزمن. لابس نضاره. كان زمان ايام محمد فرج والناس. هو ده صاحبهم. ده طلع في مشهد قبل كده في مسلسل تقريبا كان بتاع اخو رامز جلال. بجد والله. هو انت شفت مسلسل لاخو رامز جلال؟ ففي حته هو صاحبه في الجامعه اتضرب يعني، في عيال مسكوه ضربوه فهو راح جاري على صاحبه وهو صاحبه واقع وقال ليه كده بس. كان حقيقي فيه يا اسطى. تحس ان هو بجد كان صاحبه اتضرب. ما كانش عارف في تصوير. انا بس مش فاكر اي انفلونسر. كزبره. كزبره انفلونسر فشيخ. هو كزبره بني ادم. بس اقول لك حاجه. كزبره اصلا بدا بطل. عمل بطوله اول حاجه عملها وما اتضربش.
تفتكر؟ اتضرب ولا ايه؟ اكيد اتضرب في اول اكيد ضرب له علقه من قبل ما يصور عشان يدخلوه. طيب خلاص السؤال التاني اصعب بس يا واضح. اسطى ممكن انزل دي. مين اكتر رابر مثل ومثل حلو اقنعك؟ دي جامده. دي حلو. بالنسبه لي ممثل ويجز بيمبو، يعني ابو يوسف مثل حلو في مسلسل مع زينة على شاهد. ما تعملش اعلانات لمنصات لو سمحت عشان ماضي مع في حد انا بحبه فشخ. ايه ده؟ جات لي نغزه ده، انا هموت ولا ايه؟ انا مش عايز اموت في الحلقه دي. كمل. في حد مثل وحش فشخ بس انا بحبه فشخ اقسم بالله، شاهين. شاهين عشان بيمثل كده. عايزين نمثل. انت ملاحظ انا كل ما بشوفك بقلدهولك قابلتك مرتين في اليوم بقلدك مرتين وانت بتضحك فشخ. مفيش حد لما صاحبته مثلا واحد بيصورها بيعمل كده. ايه ده؟ وانت اتفرجت على المسلسل عرفت الاحداث؟ لا شفت له مشهد تيك توك. عمل ايه معلش لما صاحبته تصور؟ راح قال له انت مين بقى؟ قال له انا مش هرد على حد بيجيب ارقام اقل مني. لو البيف مش هيفيدني لو خمسة مش هخشها. يعني ويجز عاجبني فشخ. ليه طلع واحد مش ويجز خالص اللي هو صعيدي وبتاع؟ لا طلع ويجز وهو صغير قبل ما تشهر عادي. ارسنك مثلا ما شفتوش مع ماجد المصري. للامانه ما شفتوش. محدش شاف المسلسل ده. ده فيلم سواء بطولة الواد اللي هو الامريكاني او الواد اللي هو عنده 6 باكس. انت عارف ان انا اول حاجه اشوفها الواد ده كان بيلعب في انترفيو بجد؟ ألعب. زي محمد فرج كده. ايوه نفس اللي هو البلاتفورم. بدون سياق هو قرر ان هو يجيبه يلعب. هو نفس البلاتفورم. انت لو حد جه قال لك تعالى بتاعه يلعب، لو جسمي كده هقلع طبعا. لو جسمك انت مشكلتك في الفورمه يعني. لا بس انت هتعمل فورمه في فتره ما. قلت صيادتك يعني. ممكن ابعت لك صوره تحطها؟ ماشي. هتحطها بجد ولا لا؟ هحطها. الانفلونسرز اللي هم بيعملوا ادوار فعلا بيبقوا واخدين فيها $13 ولا حاجه بجد. هنود دلوقتي اللي هو جايبين فلوس على ابورك واللي هو بيطلعوا دور صغير قوي. بص انا كده فاهمهم، انا فاهم ان هم بيبقوا بحلمهم او مش حلمهم، اللي هو ابوك وامك هيعترفوا بيك لو لو شافوك على التلفزيون. ايوه فاهم دي فشخ. لا اقول لك حاجه، عندي حاجتين العيب مش عليهم. على ربهم. اما اللي بيلعب بحلمهم يا اسطى ومفهمهم ان هو كده انتوا يعليهم يعني. المنتجين والله شايفيننا مش شايفيننا، ماليش دعوه. لا هم مش فاهمين بره عن او مش فاهمين. بيضايقني ان هم اللي هو موافقين فشخ، اللي هو اي حاجه هتطلع في التلفزيون بالظبط. يلا اللي هو يا معلم انت ليه بتخليهم يشوفونا كده؟ ما تتمرجحش. اصل لو وقعت والحوار انت عارف اصلا التصوير ده بجد يا اسطى مفيش حاجه ثابته في الكلام ده صعب. بس انت لو بوظت المرجحه دي انت هتبوظ البرنامج. انت فاهم الموضوع ده اصلا تعرف ان البرنامج واقف على كام حاجه يعني. البرنامج واقف على اي حاجه. بتاع دي لو باظت انا هتسوح. وبعيش حياة وهي اللي فات. ما تعمل فقره سماش ولا باس؟ حاضر. ماشي. مش انت عايز تجيب تارجت اودينس؟ لا انا عايز ابقى بنزل فيديوهات في رمضان عشان انا في الطبيعي بوقف. وانا برضو فانا عايز بس انا عامل كده عشان ماشي. قلت اجيبك يعني كده الناس تتفرج عليك. فاهم. دلوقتي يا اياد لو معاك رصاصه واحده وهتقضي بيها على حاجه واحده، هتقضي على تقل الدم، الجهل، التيك توك. لسه الاسئله دي يا اسطى عشان جي بي تي يا اسطى بامانه بجد. وثانيا مترتب على ان انا هقول ايه في بعديها. التيك توك لا انا بحبه فشخ. طول الدم والجهل بالنسبه لي يعني بتحبهم برضه؟ لا جهل بقى عشان انا لا انا بجرب المايك عشان طول الدم نسبي. ايوه انت بقى كده انت هتقضي على ايه؟ انا بالنسبه لي هقضي على زياد زازا. بنبطل هقضي على بيس كيك. بنبطل فاهم. خليك يا اسطى جديد كده. قلت زياد 40 مره يا اسطى خلاص عرفنا. طيب هقضي على ترك عشان صاحب زياد زازا. ليه جديد؟ ترك ولا تولي؟ كماسك يعني ولا كده؟ وبعيش حياة وهي اللي فات. دلوقتي فقره الثقافه والمعلومات. يا اسطى ممكن تبعت بجد السكريبت ده لاي حد قبل ما تصور ب5 دقايق. والله ما لحقت. مجز هيتجوز امتى؟ هتجوز امتى؟ معرفش. انت يا اسطى انت اياد الموجة هيتجوز امتى؟ فهمت؟ 2 3 مثلا لما الاقي البنت اللي بجد تقدرني. لما هي البنت اللي تبقى عارفه قيمتي يا عمر. لا تعرف تعكشك. تعكشني؟ لا تعكشك لا تلمك. مش عارف يا اسطى اصل انا مش بيتها كده يعني. ايه مواصفات فنان احلامك؟ والله ما اعرف وربنا ما اعرف. انت مش عايز تخسر حاجه يعني؟ بس بجد في واحده بتعمل شاي ومش عايزه حاجه مني. يعني ايه مش عايز حاجه مني؟ لا يعني مش عايزه تكلمني. انا عايزه تسيبني في حالي اللي هو تعمل لي شاي كده خلاص بقى. مثلا بلعب مثلا 45 دقيقه انا في الدقيقه 20 عايز اقول لحد اعمل لي شاي. انت عارف يا اياد انت دلوقتي شكلك ما بقاش الشخص ده يعني. انت مش شبه العيال الجيمرز. فاهم يعني انت حتى انا بقالي فتره كبيره انا كل ما اقول لك بليك مستحمي مثلا. مالك انت اول لما كنت عرفتني كنت لا في البدايه قوي كانت عادي يعني كنت ساعات بتفوت.
ايام كانت الموضوع بتزعل بيطلع منك. طب يا اياد، بما انك يعني ناوي ان شاء الله مش رافض فكره الجواز، ما بتفكرش انت لو رحت تتقدم هتقول لحماك ايه؟ انا بشتغل ايه يعني؟ اقول له دكتور. انت ضمنت الدخله بتاعت الجواز؟ انا ضمنت حاجات كتير على فكره. ضمنت ايه؟ ضمنت وجودي؟ مش عارف. مش حاسس ان ده ممكن تخسرني في يوم من الايام؟ بص اصل انا لسه ما كسبتكش يعني. انا حاسس ان احنا لسه مش صحاب قوي برضه. ما تحورش، انا مش صحاب قوي يعني، ما بنتكلمش كل يوم يعني، ولا يوم انا ويوم. بكلمك ما تردش عليا. لا ما تقولش حاجات اصلا حتى بان قدامهم غلبان يا اسطى. الجو ده احنا مش صحاب قريبين ماشي. يعني. انت ما تعرفش عني حاجات لان انا يعني ما تعرفش قعدناش. حاجه، ما تعرفش حاجه. ماشي. انا عمري حكيت لك حاجه عن اهلي؟ اه ايه يا اسطى العبط ده؟ هو حكيت لي والله. انا عبيط ولا ايه؟ في ناس كتير قالت لي انت اتغيرت الفتره دي. انت شايفني مش صاحبك دلوقتي خلاص. لا انا شايفك صاحبي فشخ والله. انت اصلا على اصحاب قريبين صح؟ لا والله. ايوه صح. اصل انا كنا قريبين قوي فتره بسبب ان احنا كنا بنشوف بعض كتير، وبعد كده انا اتسحلت فبقيت نشوف بعض. فانا بالنسبه لي انت كده اتكنسلت. انا فهمت. انا كنت كل ده فاكر انت صاحبي الوحيد. لا الوحيد ايه يا اسطى؟ انت بتصور مع 8 قبلي يا اسطى. بسرح واتوه في الذكريات. كنت تقول ايه؟ لا مش عايز اغير محتواي عشان انا غيرت اصلا يعني. مش اصلا مش عندي ماليش محتوى ثابت. والله يا ابني انا عارف اركز عشان عايز تكسر المرجح. مش عارف اركز فين. بقول لك ايه يا اسطى، ودي يعني ايه الجمله من الترم؟ يا عم اثبت يا عم، والله اجيب لك كرسي اقسم بالله. لا خلاص يا اسطى، مش الناس كلها قعدت هنا. كله قاعد هنا. ماشي. او كنت فاكرك صاحبي يعني. لا احنا اصحاب مش اخوات يا اسطى، فاهم؟ فاهم. انت اخوك حازم ها؟ دلوقتي عشان بيلعب معاك. اقسم بالله بعت له مسج من يومين قلت له الحقيقه، قلت له حازم لما بطل تلعب مش تبقى صاحبي. ليه يا اسطى ما تهزرش؟ قلت له ربنا ما بهزر. قال لي اتضايق فشخ مني. طيب خلاص فكك. مش مهم حاجه. اصل انا مش هتكلم عليه في فيديو اكيد يعني، هشيل كل ده في المونتاج. هو ما هوش عندوش فولورز برضه. ما عنديش فلوس خالص خالص يا اسطى. الحوار ده. الواد ده ميت خالص. تخيل ان انا شايفه ميت. انت فاهم قصدي؟ فاهم هو فين؟ حته بس بعيده. انت جامد، انت ما تحاولش. انت بتجيب فلوس كتير فشخ دلوقتي. شوف ماشي، انت فاكر كنا بنقعد مع بعض واقول لك انت عندك كام؟ بتجيب 6000 و7000. لا كنت بجيب 3 وانا كنت بقول لك اصلا انت فاجر وهتجيب فلوس كتير. وقلت اعمل فيديوهات بكواليتي احلى بجد؟ عشان شكلك في حته ريف في صوت بقر حواليك. والله فاجر يا عم كده. انت بتتكلم عن نفسك ولا عليا انا؟ لا انت. كام شخص بجد يعرفك ما يعرفكش؟ قول لي رقم تقريبي مش لازم بالظبط. قال لك ما بقتش حمل كذا. في الحقيقه 700 مثلا. 700 واحد بس؟ اه لا قليل فشخ. خلي ايوه، ما بالك. انا هبقى قابل كام انا في حياتي؟ ما ممكن ناس ما تعرفكش عادي. ناس ما اعرفهمش راندومز دي كده الاف عادي. اي حد بعد بنته في حياتي انا ما بقتش فيش حد عمره ما في حد ما قاليش ما بقتش حمل. انا ما قلتلكش بره الفيديوهات يعني. بتهزر بيها. لسه ممكن اشيل دي. ظهرت شويه حلوين يعني. يا خلاص. انت عارف البتاع ده انا كسبته فين؟ 6 ابتدائي في الدوري المدرسه. كنت كوره. كوره. كنت لعيب والله العظيم. سيبك من اللي بتشوفه في الحاجز. اقسم بالله كنت لعيب. انت عارف يا اسطى كان ممكن تقول كده لاي حد في الدنيا. يا اسطى والله كنت لعيب. اقسم بالله كنت لعيب. عايز انت كنت عايز تقول كده للناس كلها بس اكتشفت ان انت لعبت معايا. يا جماعه اللي ما شافش عمر كده هو بيلعب يا جنب زباله يا اسطى كده. انت عارف ان كان في فتره كده زمان قبل ما نبقى اصحاب قوي ما كناش بنكلمك بعد ما جيت ماتشين معانا كده. ايوه عارف الحوار ده. لقيناك قطعت معايا فتره طويله قوي بسبب ان انا شفتني بلعب كوره. طلع كوره وحشه. قطعنا معاك الحوار ده فتره. كان قاتلني يا عم. في حاجه كتير قوي. هي بس مش نقطه قوتك يعني. ايه نقطه قوتي؟ مش عارف بس انت بلط كده. دي نقطه قوتي. بجد والله نقطه قوه فشخ. بلط يعني يا اسطى مش حاجه اللي هو عادي كده اللي هو يا اسطى مش جالي كوبي رايت سترايك. انا مش عارف. انا الفنانه فشختني. ايوه ببقى في حته كده اللي هو طب انا اصلا المفروض اتعاطف معاه ولا هو يا اسطى هو انت عارف ان انا وانا بقول كده ببقى متدمر. مره جيت حكيت لي قابلت حد وهحرج فشخ ولا كانت بتتريق عليا وشتمني. أيوة. جيت حكيت لي انت عامل كده وشك عامل كده. يا اسطى قابلني واحرجني فشخ يا اسطى وانا كنت خايف. كنت يعني اغلب اللي بيحصل معايا كده بيبقى موقفني في وسط ناس وبتاع، واقف بقى اللي هو بياخد حقه مني فاهم. هو زعلان ولا هو مبسوط ان هو اتهزق ولا هو يا اسطى اصل انا ببقى مش متخيل ان في حد اتضايق من اللي انا عملته فاهم قصدي. بسرح واتوه في الذكريات. احنا دلوقتي مع فقره صوره وكلمه. انت عارف ان احنا عملنا دي فعليكني يعني صوره وكلمه اسمها صوره وكلمه برضه. عارفني وهو اتمسح دلوقتي محدش هيعرف ان ما حدش عارف ان انا طب اتكلم بجد ولا اهزر؟ براحتك بقى. مش فارق معاك. هو انت ليه حاططني في الحته دي؟ يعني انا ليه رامي صبري دلوقتي؟ ليه اكيد ستوري ويجز فاهم؟ قول قصدي كلمه. جامد فشخ جامد عشان كلمه واحده. شرنوبي بحبه فشخ بصراحه. وانت عارف انت فاكر حوار السكور صح؟ فاكر لا لسه ما كنتش فاكره. هيكون كلمه على مين؟ على ده مين؟ هو ده مين؟ كاني ويست هيكنسل 100% قريب. ليه بيشتم في البودكاست بتاعه؟ ده واحد صاحبي. ده مين ده؟ ده واحد صاحبي. قول كلمه عليه. لا يا اسطى خايف طبعا. ما حدش يعرف يقول ولا كلمه عليه. قول جون سينا هو بيست قوي.
بجد؟ اه والله. اخويا جون سينا. بس اوقات كنت متخيل كنت متعصبه مثلا على الجو، بس انا مش فاهم يا اسطى هي دي بلبن. يا اسطى مش فاهم الصوره قول كلمه. يا اسطى مفيش حاجه. طب امي. امان. 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 بروستات. بنجر. ده علاج، ده كده علاج مرض خطير قوي اكيد. ايه ده انت سرسج. فكك حتى سرسج. شعره قصير. ايوه دلوقتي دي سرسج، مع ان شعرك كده احلى. انت كده شكلك متسول، هنا سرسج. الخاتم ده يا اسطى غلط. لا يا اسطى فكك والله. والله العظيم غلط يا اسطى، غلط غلط. معرفش انت بتعمل الحركه دي اصلا اول مره اكتشف ان هي وحشه. طب بعمل كده ليه؟ حسيتها مش ايمج دلوقتي. بيئه فشخ. بيئة. اعملها كده. اهي خرب. ده الكينج وانت فاكر صبر ولا ايه؟ بابلو اسكوبار. ما اعرفش اقول ايه على بابلو اسكوبار. انت اصلا كان حاجات اصلا مش ريليفنت. احنا كده قد خلصنا، فاضل فقره الرياكت بقى. ده هزار صح؟ لا والله انت بجد. بتهزر والله. والله ما بهزر. ماشي. انت ليه قلت احنا خلصنا فقره الاكل دي عشان صغيره؟ احسسك ان انت خلاص يعني. ماشي. بس هي لسه قدامنا بتاع ساعتين يعني. تسرح وتوه في الذكريات. اياد دلوقتي فقره الرياكت. افرد وشك. ما هو يا ابني اعمل فين تاني؟ دول ناس عايزين يمثلوا يا اياد، هم بيحاولوا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كمنصه يوصلوا بيها موهبتهم. طب انت مهدي. لا مهدي مش معانا. اخويا يابا مالوش دعوه بالمجال ما بيننا انا وانت ده، وعود الله اخويا لو تمسي منه شعره هاخدك انت والمعلم واللي وراك. هو انت جاي تاخدني الوش ولا ايه؟ ما انا جات لك عند بيتك بكل ايه سرحت شويه. بيتك بكل ادب واحترام. ده بص وبعدين- خد بالك في فانديتا اصلا ده على ورا، فكره ممكن اه. يكون استر ايج اللي هي حاجه اللي هو مقصود بيها حاجه بعدين. ايوه ممكن المخرج يكون أصلاً. اسقاط يعني. اسقاط اكيد بالظبط. اكيد في كل حاجه في التكوين ده اكيد فيها حاجه. قلت لك هات فلوس تلفي مني واحد تاني، بقول لك يا زلمه لو في منك حتى. انت واخد بالك انا اكتشفت حاجه في التمثيليات دي، كل واحد لما بيعمل دور التاني مش لازم يعمل دوره. يعني ده مثلا ده دوره هو يتكلم، التاني ده مش لازم يعني ممكن يعمل اي حاجه يعني مش ايوه اللي هو بيبقى بره المشهد. ايوه يعيش حياته. بص هو بيعيش حياته وهادي عادي هو بيجهز نفسه للمشهد بتاعه. بيراجع مع نفسه. ايوه بيراجع الحته بتاعته. بص ده لما ده دوره يجي ده بيزعق فشخ كان متعصب فعلا. فشخ. بص بقى لما ده يتكلم انت والمعلم واللي وراك. هو انت جاي تاخدني الوش ولا ايه؟ خلص. عارف المصارعه لما واحد يبدا اول ما يضرب يبدا يدوخ، اول ما يضرب يفوق. يا عم جمال يا عم جمال ايه يا زلمه في زلمه الخير اللي انت عاملها دي؟ ليه الظباطه بيخبط على البلكونه على ما بيطلع من الباب؟ ليه عاكسين الحوار؟ وبعدين ده كل الشارع كله بيطلع متنرفز. هو انت مش عارف ايه يعني؟ غلبتوا دماغكم عليا وقلتوا لي هنجيب لك الواد وبالقبل ما فيش. احنا المشكله احنا داخلين من نص القصه. فاهم اه قصدي؟ ده غلطه من عندنا ولا هم لا، عندهم؟ ده- ده يا الجزء السادس. لا ما انت مش هتلاقي الاجزاء الثانيه. اه. جربت تخش تدور عندهم مش هتلاقي ولا بقيه الجزء ده ولا الاجزاء اللي قبله. عارف ده ايه بيبقى ورق واقع مثلا من السكريبت. لا انا حاسس انهم ممكن يبقوا فاهمين الجوريزم مثلا التيك توك بطريقه ما ان هو بيخليك تقعد تدور وتخش على فيديوهات كتير عندهم. اوف فاهم قصدي؟ يعني ايه ده؟ انا دخلت عشان اجيب لك بقيه الاجزاء كتير قوي. فانت قعدت كتير فانا اتفرجت على كل حاجه. فالواتش تايم عندهم عالي فاللي هو ده البيج دي بتنزل بالظبط. حاجات هو العيال دي عندهم حته عبقريه بعيد عن كل اللي هم بيعملوه ده. طب ما تعمل كده. والواد اول ما شافني خد الفلوس وجالي. بص ده دوره خلص. بص ده هم اللي هو تمام. دلوقتي الكل مفيش صوت اصلا. هو دلوقتي اللي بيدور في دماغه الرد بتاعه. وبتسيب ب 250,000 جنيه وامي هتموت بحسرتها نسى الجملة. على اخويا اللي اتخطف ده. قول لي بقى انا اعمل ايه؟ طب اسمع يا ابني بص بيبدا والله ازاي بيتعمل له بيطلعوا من ستارت. صفر ل1000. ازاي بيطلعوا الطلعه دي؟ الصوت كواليتي صوت كويسه. فالمايك ده لو شفنا حتى الويف بتاعته تلاقيها ضربت فجاه من خط مستقيم. ضربت. ايه اللي عايز مني ايه؟ عايز هو برضه فاهم التمثيل غلط برضه. الزعيق عارف اللي هو اعظم 10 مشاهد تمثيليه بيجيبوا ليوناردو دي كابريو وهو بيزعق. وهو بيتعور هنا. توبي ماجواير. ايوه هو بيتعور يكمل المشهد. انا لازم اقول حاجه. العيال دي فشيخه. قصدك العيال فشيخه ليه؟ ده عارف انا ما اقدرش اصور في مكان زي ده. ما تقدرش تخش مكان زي ده. ده غير ده. يعني عارف اللي هو ده مفضيين شارع بيصوروا فيه حاجات بتجيب 2 مليون. هو دول بيعملوا خط كده اللي هيعدي لا ده هيموت بجد. عشان هو ده اللي هيدور على الحرام من ديني اللي ذكاه هيخونه وهيخش. على فكره انا عشت سنين في الهرم بس انا برضه ما بفهمش يا عم في الهرم ايه؟ انت دي شوارع يعني. حتى لو في الهرم مش هتعرف توصل لها. قدامك هبين لك سنانه وهتقعدي جنب امك يا حبك كده فوق حالك يا الا. على فكره احنا المفروض يعني الشباب بتضايقوا اللي هو شكله بيتضايقوا شكل الشباب بيتضايقوا. لا عادي ضرب ايس يعني. انا مش محتاج ما بتمثلش او بتحفظ سكريبت. هم بيضربوا ايس ويطلعوا فاهم. يشغلوا كاميرا. اقول لكم ايه؟ الحاره كلها تسمع.
اقسم بالله ما ينفعش يصور كده، ما ينفعش ماسك ده مقفل شارع، ده عامل تصريح. بس انا متخيل ان الواد ده ماشي قانوني، بيعمل تصريح من وزاره ان هو يصور في شارع بيعمل من كبير المنطقه. بيأجر حاجه حته في بدايه الانتاج، بيدفع رقم اللي هو فاهم انت الوراق. حاج محمد انت سامع صوت مزيكا في فيلم ابراهيم الابيض ولا لا؟ يخصني يعني بس هو مغير فيها مغير الكوبي رايتس. مغير البيت. الكوبي رايتس. وهتفكر تجيب لها عريس هولع عليها. ده كل الاجزاء حد بيخش يتجوزها. أيوة. واضح ان هي جميله على جدا الطلب يعني. يعني. بس ده الراجل ده الوحيد اللي سمحوا له يخش عشان يعمل الحركه اللي هو واحد بينظف حاجه. بس اللي عارف في الاخر بيطلع مين؟ بيطلع المخرج مثلا بيطلع نفسه كده تارانتينو اللي هيظهر. هو مطلع نفسه. والواد ده مش سامع، الواد ده بره برضه، الواد ده ملوش دور، فبالتالي ده اللي بيبص. ايوه اي حد ملوش دور بيبقى بوت. ايه نوع السناكس دي؟ توداي والبان سماره ده اللي بيتباع في الاتوبيس، عارفه النعناع اللي بيتباع في الاتوبيس اللي هو مخروم من النص شبه ربع ما جنيه. ركبتش اتوبيس يا نهار اسود بقالي كتير بركب ده- فلوكس. ده- انا بركب فلوكسات، اتوبيسات زحمه. ما بتلمهاش. ده تقول بركب فلوكس في مكان. انت لما قلت فلوكس كده خلاص انت بقيت فقير يعني. يس انا كلنا فقراء لله. اصلا اللي انت عايز اشرح لك برضه حاجه عشان يا جماعه، هو فاكر ان هو كده بيقول ان هو منكم وبتاع. هو مش فقير، هو نتن. في فرق عادي، في ناس كتير معاها فلوس ونتنه، هو معاه فلوس ونتن. بس كمل. بس انت معاك فلوس اكتر. لا ايه ده؟ بيرسم عادي ده. خلي بالك في شجره، بص ايوه فاهم. في نخله اهي. عادي بس كاجوالي كده. بعت لك يسيب لي الشاشه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ روح امك انت بتعمله ده. هي زريبه فاتحها بابوال انا جاي تشخري هنا. حريم طالع حريم نازله. هو ده بلبن يا اسطى ولا ايه؟ هو ده اللوجو بلبن. سيزر كريب وحاطط جنبه برجر وبيشوي. الواد ده عامل الخداع السبعه. انت بتحزق كده ليه؟ انا مش من هنا وما اعرفش حد ماشي في الشارع انت قلت طرطر. طبيعي انا لما بخش انام ما اعرفوش اول حاجه بعملها بطرطر بصراحه. زي الناس. بعدين يعني مش من نظافه البيت يعني ولا حلاوه الشارع اللي هو في البيت. بعدين البيت ريحته معفنه. انت ايه روح امك اللي ريحته معفنه؟ انت هتسوق هنا هتقل ادبك كمان. ده ايه الدماغ دي؟ هو سرش على ايه عشان يجيب الصوت اللي فات ده كده؟ هتقل ادبك كمان. الصوت ده والله العظيم حاولت اجيبه لان هو رمضان التخي بيستخدمه. حاولت اجيبه مفيش. انا دايما اتكلم رمضان التخي بعتهوله. انت الحل الوحيد اللي بعرف يوصل للصوت ده. هو ليه اصلا ليه السات مفيش دراما؟ مش ناوي تحني بقى. ده انا لساني ده قلبي. هو مش ده غزي؟ احمد طزي. مش ناوي تحني بقى. هو كان بيصلي؟ ده كان بيترجى حد. في حد هيفشخه. هم المنطق يعني بتاعهم ان هو قاعد عادي. هل في حد بينزل يقعد لوحده في الشارع؟ انا على فكره الحوار ده عارف في مسلسلات رمضان برضه اللي هو بيبقى قاعد كده اللي هو لا بيبقى عامل كده اللي هو بينكش على شغله. بيحنكش. ده بعد ما بيتدنكل بيقعد بيحنكش. لساني ده قلبي. وانا قلت لك انا مش طايقاك ومش عايزه ابص في وشك. هو بالعافيه؟ بالعافيه. عشان اي حاجه مجدي بيحط عينه عليها بياخد. بقول لك ده ممثل وحش برضه. بقى الحاجه الوحيده اللي مش هتعرف تطولها واحسن لك تبعد عن طريق. لا عجبتني اكتر. بحب الطوال على فكره. هجيبك. بص عامة أي واحدة بتتعاكس كتير وكل المنطقة بتبقى لابسة الطرحة كده والشعر شعر نازل كده. بحب الولد الجدع اللي هو عارف ان هو مش هيقدر دلوقتي يتحمل. واللي هو الوحيد اللي مش عايزها. ايوه الوحيد اللي مش اللي عايز. هو محمد رمضان يعني أو أحمد العوضي. بقول لك ايه يا عمر؟ البيت ملحقش. لا استنى ده كمان طلع مش يعني طلع هو كمان عايز. كلهم مفيش بطل. مفيش حد كويس. مفيش بطل شريف. البيت دي تخصني. يعني لو فكرت تبص لها بعينيك هو ده مش مزيكة فيلم بدل فايد. هقوم وهي مكتوب على اسمك ولا ايه يا حبيبي؟ اسمع بقى خفيف. وهي واقفه ليه هي واقفة في اتنين دلوقتي بيبيفوا عليها. في حد فيهم هيكسب. لا هي مستنيتها هتهزقها. مين هتهزقه فيهم؟ أيوة. يعني مين هتقول له والله ما جايه معاك؟ نص الكلام والنص التاني فخدته. وانت شكل الفخدات عندك تاتش. الفخادات عندك تاتش. اسمعني وتقطع لي ودانك. البت دي لو بصيت لها تاني هغزلك عليك الاثنين. هقول لك حاجة بجد، حاجة مقرفة بس أقولها لك يعني. الشباب دي بجد حاجة بجد. عارف الطفاية اللي بيبقى فيها مية؟ ايوه عارف. وبتطفي فيها. طفي فيها. يبقى في طافيه كده على قد ميه. ريحة بقهم تبقى كأنهم شاربين الطفاية دي. انت اتكهربت شويه كده. رعشه كده بسيطه هتلاقي شعر رجلك وقف. فيست المشهد ده المشهد ده متعب قوي يعني. كان بيصارك. اعملها هنا في المنطقه. انت ايدك كده اتعصت رجوله. ودي وشك الناحيه التانيه عشان مش عايز تشوف المنظر ده. يلا انا بديله في الشام. لا مش عايزك تشوف لف راح بس من بقه.
ايه ده؟ انا افتكرتها بيوسف والله العظيم. يوسف ابو الانوار لو سويت لوحدهم في الاستوديو. بتندع عليه فك صاحبي توفى. وبعدين يا عم الحريم اللي عمال ترن عليك دي فك. بسم الله ما شاء الله كل دي حريمي. رهنك على يا اسطى. بص يا اسطى، الواد ما عندوش بنات في العيله، ما الواد شافش ده بنات في لما جه المدرسة. يصور جاب واد صاحبه يعمل بنت. انت فاهم قصدي؟ بس خلصان. ده شاب. انت فهمت. حضانه ولاد بس، مدرسه بنين بس. ايوه. بجد يا اسطى عمره ما شاف واحده. حتى المنطق مش عارف يظبط يعني. ليه صاحبته بتتصل بواحد صاحبه؟ صاحبي توفى. صاحبة اوفا. بتتصل بيها؟ طب يعني ما تقولوش يعني خبي بقى. ما هو انت لو داخلك عربيه هنرتاح منك. انت مش عايش في لوكاندا يا سعاده البيت عشان تاكل. خلي بالك الفلتر الفلتر بيقع بيقع شويه. مش عايش في زريبه هدومك مرميه في كل حته وفي كل مكان في الشقه. انت عايش مع بهايم. ممكن بس تهدى وانا اعمل لك اللي انت عاوزه. لكن انا اقسم بالله ولا قادر اتخانق ولا قادر ازعق. هو انا يا اسطى هو ايه السش ده؟ انت بتاعك قد ايه؟ حاجه زي كده. انت يا اسطى ايه ده؟ ايه؟ مش انا اللي كاتبه. انت عايز ايه دلوقتي يا بابا؟ عايز ربنا يهدك وانت عمال. هو على فكره هو عنده حق. هو ده ما قالش هو انت متضايق من ايه؟ يعني لا فاهم. بس هو عنده حق اللي هو قديم برضه. تمام. بس هو ليه يا اسطى ما بيقولش يعني هو بيزعق ليه؟ انت عايز ايه برضه؟ انت كمان ما بتردش عليا. اتجنن. عايز البرج. انا اتجننت. مش هيعمل زي الزوكر ده. ما هتجنن. مصاريف البيت بتخلص كل 20 يوم. بتودي الفلوس فين انت؟ ما انا اعمل لك ايه يعني؟ كل حاجه بقت غاليه دلوقتي. عارف انت البوست بتاع لو امك كده هتتشرف بيها ولا لا؟ هعقها. من يصرف له 10000 جنيه في الشهر. عارف الراجل ده ولا لا؟ مين؟ اللي هو الراجل يا اسطى اللي هو بتاع شايفها بتنتن. 1000 جنيه كل شهر. ازرق يعني. خلاص فلوسك عندك وشيل بقى انت مصاريف البيت من عرفت. هو انت ده اول واحد من الشارع. هو اللي السنه اللي فاتت ده يا عم انت بتمد ايدك عليها ليه؟ ايه؟ زعلان عليها؟ طب تعال. ايه ده؟ مش هو خالص. انا اعلمك ازاي تكلميني انا بالطريقه. عارف عايز تضايقه ما بتعرفش تمثل. قول له انت ما بتعرفش تمثل. هو فاكر على فكره هو فاكر ان هو عامل ماستر بيس يعني بص اهو كلمه عاش بتفرحني وبتشجعني اكمل. يا اوفا انت بتعمل فيديوهات بتفيدني كتير ممكن ترد. لا الشرف يا اخويا. القصير عايز يكتب القيصر. شبيه القيصر. الواد ده اقول لك حاجه كنت فاكره بيهزر والله العظيم. انا بجد كنت فاكر ان هو فاصل بره درجه من الكوميديا ان هو بيعمل ده. اللي هو ذكي قوي. عارف انت عمر فرج الاهلاوي؟ فاهم. عمر الاهلاوي ده عبقري عامه. عبقري طبعا اقسم بالله العظيم. 2025 بتاعته. انا شايف ان كفايه كده. ماشي براحتك. انت زعلان خلاص يا عم نكمل. لا ماشي يا اياد اتشرفت بيك جدا حبيبي والله العظيم يا عمور. حبيبي تحب تقول اي حاجه للناس قبل ما تقفل؟ رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله اعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وشير ايه في جمله بتقولها معينه زي بيرجو كده. يعملوا لايك اعملوا لايك يا جماعه. شكرا.